وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر. ما تنسوش تضغطوا على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. تصل أسعار اللحوم ارتفاع كبير، غير أن مصطفى بيتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة كشف يوم الخميس 2 فبراير 2023 في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة أنه تقرر تعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأبقار. وكان عبد العالي رامو رئيس جمعية الباعة اللحوم الحمراء أكد أن الضريبة على القيمة المضافة لا تصل إلى 20%، ترفع كلفة الأبقار التي توفر اللحوم الحمراء بما بين 3000 إلى 4000 درهم. ودعا المهنيون في الفترة الأخيرة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من أجل خفض أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوز 100 درهم، حيث اعتبروا أن ذلك الإلغاء من شأنه المساعدة في تموين السوق بشكل سريع وبثمن أقل من اللحوم الحمراء. وأكد بيتس على وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الأبقار المستوردة الذي يعتبر مطلبا للمهنيين سيساعد على خفض الأسعار اللحوم